بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وتكريما وتعظيما للقلم وللكتابة قال الله تعالى نون والقلم وما يسطرون. إذا والخط مقدس والخط لا أهمية. المهم احنا في اللقاء السابق وبناء على طلب البعض ان احنا نتطرق الى الخط الكوفي المصحف، وكان اهم حاجه عندنا ان احنا عملنا تسطير الخط الكوفي المصحفي وعرفناها وشرحناها ولذلك تركناها، ولذلك احنا خليناها زي ما هي علشان برضه ايه لما سطرها من جديد تركناها كما هي علشان نستكمل عليها. فقلنا ان احنا هنبدا بشرح كيفيه كتابه حرف الاول عنه، وبرضه من باب العلم بالشيء ان الحرف الواحد عده اشكال في هذا الخط كما كان في الخط الكوفي الفاطمي. برضه الخط الكوفي المصحفي قد يكون للحرف الواحد عده اشكال، واحنا برضه هنحاول ان احنا نتطرق الى جميع الاشكال ان شاء الله. المهم احنا هنخش في كيفيه كتابه حرف الالف فيما يسمى بالخط الكوفي المصحفي المضبوط، اي اللي احنا بنعمله بمقاييس معينه. اذا نبدا في الشرح العملي مباشره، وان شاء الله يعني احنا بنشتغل قدر استطاعتنا. ارجو منكم تتقبلوا منا قدر معلوماتنا وقدر يعني ما الحاجه اللي ربنا يعني قدرنا ان احنا نعملها ان شاء الله. اذا نبدا على طول. فاحنا نبدا محتاجين لبعض الادوات الهندسيه في هذا الخط زي ما كنا بنشتغل في الكوفي الباطن. اذا عشان نعمل حرف الالف لابد اننا هنعمل حرف الالف تمام في الخط الكوفي المصحف. احنا برضه عشان نعمل خط زي ما عملنا كده فيما سبق في الخط الكوفي الباطني بنعمل برضه كده خط مساعد او بدايه بهذا الشكل، وقلنا ان هذا الخط بنسميه احنا يعني خط مساعد، لكن مش هو ده الاساس عندنا. احنا عايزين ناخده كده من البدايه الى النهايه، بس هو لابد ان يكون قائم. لذلك في البدايه حطينا المثلث حتى يكون هذا الخط قائم اهو. طيب يبقى احنا عملنا خط قائم بهذا الشكل. طيب احنا بنشتغل بمقاييس معينه، يبقى اذا احنا نخلي بالنا بس احنا عايزين نقول حاجه ذات اهميه. اذا احنا اشتغلنا افقي بهذا الشكل بنقيس 7 واحنا قايسينها 7 هنقيس 7 بالشكل ده كده. برضه خلي بالنا من هذه القواعد لانها ذات اهميه. يبقى احنا بنشتغل افقي اهو. في الافق ده ما بين الخط ده والخط ده 7 متر. طيب لو اشتغلنا رأسي يعني كده، لو اشتغلنا رأسي يبقى احنا برضه هنشتغل رأسي كده اهو، ملهاش علاقة أبدا بأي شكل من أشكال الحروف، احنا بس كده قاعدة كده. لو اشتغلنا رأسي كده احنا قلنا المقاس من هنا لهنا، انتبه معايا المقاس من هنا لهنا طالما هو أفقي 7. أما إذا اشتغلنا رأسي المقاس لا يكون زمان، لذلك احنا قلنا هنا التصريح اللي عملها 7 4 7 لا من هنا لهنا 8 لا. إذا لو اشتغلنا رأسي يعني زي الألف كده هتبقى بعينات 7 هتبقى 8. يبقى ننتبه كده. لو اشتغلنا رأسي كده اهو يبقى من هنا لهنا 8 متر. قاعدة مهمة جدا انتبه إليها. أفقي 7 ما بين ده وده. رأسي زي الألف كده يبقى من هنا لهنا 8 متر. إذا يلا كده نشتغل. يبقى إذا هنقيس كده كام؟ مش 7 بقى هنقيس 8 اهي 8 هنا و8 هنا. لسهولة التوصيل وضبط المسافات اهو. خط مساعد احنا هنبين ضبط يعني بشكل الالف، لكن اللي احنا عايزين نقول ان من هنا لهنا 8 متر تمام. طيب احنا ساعات لما كنا مثلا فضلا بنشتغل مثلا يعني الخط النسخ ساعات بنقول ان اللام ساعات بنلاقي تهندسه كده
السدس ساعات بنقول ان في ترويسه برضه مثلا بتتقلب بهذا الشكل. الديوان ساعات بيبقى ليه ترويسه مثلا كده. فاسقط. طيب وعملنا ترويسه برضه للالف في الخط الكوفي الفاطمي. هنا في ترويسه بس الترويسه بتاعت هذا الخط بسيطه جدا. الهدف بتيجي هو ده كان عندي اقصى ارتفاع، خلي بالك الجبل الخط ده اقصى ارتفاع اللي هو من تحت من اسفل صوب السطح لغايه هنا ده 56 متر. هنيجي هنا اهو عند الحته دي هننزل 2 متر. يا رب تكون واضحه، يا ريت الكاميرا تكون موضحه من اول هنا لحد هنا 2 متر. وبعدين بنيجي تنزل خط من هنا وصل النقطه ده اهي والنقطه دي كده اهي لدرجه 2 متر. خط مساعد ماليش دعوه بيه اهو، بس الخط ده اهو من عند النقطه دي ووصل النقطه دي كده اهي. يبقى في عندي طريق كده 2 متر. طيب هنيجي برضه هنمشي هنعمل مسافه اهي بس رأسيه. يبقى اذا هنا هنمشي 8 متر بين ال 8 على 8 على اعلى صوب السطح هنمشي 8 اهو. مشينا 8 ناخدها تحت برضه هنا عشان لما نعمل خط كده يطلع عندي خط منضبط. يبقى شويه خليك معاك وانتبه اهو. يبقى من هنا لهنا هي نفس المسافه 8. ليه 8؟ علشان رأسيه. وهنيجي ننزل هنا اهو 4 متر. يبقى الحته دي هننزل يعني في النص كده تقريبا. يبقى الشويه اللي احنا نزلناهم دول 4 متر. هنيجي عند النقطه اللي اهي ننتبه شويه وهنيجي نوصلها بالخط ده كده. وهنيجي ده ايه اسفل صلب السطح اهو. هنيجي من عند نفس النقطه هنيجي كده وهنطلع علشان نوصلها كده. فرص حتى ده بس عايزين نبينه انه مش باين. هو ما هوش باين، احنا عايزين نبينه اهو. يبقى نشوف كده نجرب هناك التباشيره دي هتبين ولا لا. كويس اهي. ومن هنا اهو كده. واذا اللون البامبا ده هو يعني الشكل النهائي بقى للحرف اهو بالشكل ده كده. من عندها والحته ديت كده اهي والحته ديت كده اهي ديت واصله معاك. ديت واصله معاك. لو زينا كده يعني بفضل الله كي يكون اكثر وضوحا او الشكل كده. يبقى ده كده احد اشكال حرف الالف. عرفناه. يبقى لما بنيجي نقول تاني بنقول ان احنا بناخد خط قاف كده بنقول هنا حاجه اللي تحت ده خط مساعد، لكن احنا خلاص حددنا كده حرف الالف هذا شكل احد اشكال حرف الالف هذا الشكل. خدنا خط ثم الخط ده لسه كمان ليه؟ لانها راس. وبعدين عملنا خط موازي للخط ده. وبعدين كده هنا في درجه بين تمثل اي تلميذه بتوع دي بتاعت البث، دي بتاعت السرد، دي بتاعت الدول. دي الخط الكوفي المصحفي في التلميذه هي درجه المندي اللي هي مختارها 2 متر. وبعدين مشينا كده 8 ليله بتاع نزلنا كده 4 متر. يبقى من النقطه دي طلعنا كده اهو بهذا الشكل اهو. ومن النقطه نفس النقطه مشينا ما ننزلش بقى على الخط ده اهو. وبعدين طلعنا بهذا الشكل كده. وبعدين بقى نظبطنا بس عشان نكون اكثر وضوح. ممكن على فكره هناخد كمان يعني شكل كمان من اشكال حرف الالف لان عند اكثر سهوله بس احنا عشان نشتغل برضه يبقى احنا برضه بدايه اهي لابد ناخد قائمه مضبوطه اهو بالشكل ده كده. المثلث من تحت اهو عملنا كده اهي. خلاص عرفنا بقى مادينا بقى اصبحت سهله بقى. نقيس الثمانيه بتاع ليه؟ هنقيس 8 لان احنا راس اهي 8 اهي خلاص بنوصل اهو دي بقى خلاص احنا عرفنا بقى الدنيا سهله بقى خلاص اهو. خط برضه مساعد اهو
درجة الميل عندي 2 اهي، لسه 2 مللي بالمسطره اهي، وبعمل درجة الميل اهي اللي هي بتوصل الترويج. احنا كنا ماشيين هنا 8، يعني هنمشي 8 و8 يعني 16، يعني ادي 8 وكمان 8 اهي، يبقى المسافه دي كده على بعضيها كده اهو. احنا مشينا من اول هنا لحد هنا كده اهو، نعمل حاجه كده شويه من اول هنا لحد هنا كمان 200، يعني المسافه دي 16 مللي. هنا كنا نازلين كام؟ نازلين 4، لا هنا هننزل 2 بس، هننزل 2 تبقى كده عشان واضحه 2 مللي. تمام اهو. ثم هنيجي برضه الحته دي ناخدها ونوصلها كده بنفس الخط زي ما وصلنا هنا كده، ودي برضه من تحت هننزل فيها كده اهو، هنيجي كده اهو ونوصلها دي كده. يبقى هو التغيير في الجزء الاسفل من الحرف، الجزء الاسفل من الحرف اللي هو الجزء ده اللي احنا نزلنا 4 كنا ماشيين 8، احنا ماشيين 16 ونزلنا 2 بس. خلاص يلا بينا نبين، تعالوا نبين ناخد حتى لون تاني كده يكون اكثر وضوحا، يبقى برضه ادي درجه الميل بتاعتنا اهي. وهنا اهو بسرعه خالص، ليس عرفنا القواعد، بما اننا عرفنا القواعد نلاقي الامور بدات اكثر وضوحا واكثر سهوله اهو. خلاص خد دي وصلها ديت اهي، نوضحها بقى كده اهو، وديت من هنا اهي طلعناها كده اهي. خلاص هتيجي بقى تبينه، يلا بينه تظبطها ولا تظبطها مش مشكله، بس انت لو بتكتب حاجه مثلا لوحه خطيه وخط كوبي لو بتكتب هتظبطه يعني كده لونه تظبطه. شوف بقى يعني لازم طالما عرفت القواعد يصبح الامور بالنسبه لنا خلاص سهله. عرفت القواعد بقت الدنيا سهله بالنسبه لنا. يبقى اذا ثاني شكل من اشكال حرف الالف، يبقى نفس النزول 8 مللي اهو، مثلا هنا بس هنا مشينا 16، احنا كنا ماشيين 8، هنا نزلنا 4، هنا ننزل 2، من النقطه دي نطلع ونوصل كده، ومن النقطه دي ننزل ما ننزلش على الخط ده، يعني نزلنا ولا هنا نزلنا وطلعنا اهو. يبقى عايز تعمل حرف الالف بهذا الشكل تطبق بالطريقه، عايز تعمله بهذا الشكل تطبق بالطريقه. في اشكال اخرى بس يعني ما شاء الله هنعمل الاشكال الاخرى في حلقه سابقه. احنا هنبدا نعمل تفصيله كده ازاي نكتب الحرف بالبوصه، وايضا كيف نكتب الحرف بالقلم الرصاص او القلم الجاف. بس طبعا البوصه بالنسبه لنا هتمثل التباشير اللي هي لها مقاس معين نقول عليه، وبرضه القلم الرصاص او القلم الجاف برضه ست التباشير اللي احنا بس ده البوصه لها تصويره هنبقى نقول عليه، والقلم الرصاص له تصويره هنبقى نقول عليه، وهنستقضي على هذه الاشكال عشان نستكمل عليها. الى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله